اهلا بكل حبايبي الموكوسين اللي لسوء الحظ لسه عايشين، وعشان انتوا وش فقر عايشين في المنطقه المنكوبه دي من الكوكب. النهارده جايب لكم اخبار طازه اخر لذاذه، انتظرونا بعد الفاصل. عدنا اليكم عشان انتوا عارفين اني ولا في فاصل ولا في اعلانات ولا في هدايا وبكح تراب، بس برفع من معنويات نفسي. نشوف اخرتها ايه ان شاء الله. النهارده اخبار حلوه، كل عقده وليها حل وكل مشكله وان شاء الله نخرج منها. المصريين كانوا بيشتكوا ناس كده غاويه شكوى، بس الشكوى دي وصلت للاباظيزي. قال في ايه؟ قال المصريين بيعانوا في حاجات معكننة على المصريين. انتفض المعاش ولا كان اللي عكنن على المصريين غيري. لا يمكن، لن اسمح بحاجة تعكنن على المصريين غيري. ايه اللي مضايق المصريين؟ قالوا اسعار الكهرباء زادت. اسعار الكهرباء زادت قوي، الواحد ما بقاش حتى قادر ينور لمبة في البيت لانه خلاص يبيع كلية عشان يدفع فاتورة الكهرباء. قال لا، دي مش شكوى، انتوا شعب بيتدلع، انتوا شعب بسهوكه، ما عندناش احنا حاجه اسمها اسعار عاليه. قالوا له والناس مش لاقيه تاكل، قال قطع لسانكم، قطع لسانكم، ما حدش في مصر يبات من غير عسل. قالوا له يا ريس لا، في ناس بتبات من غير عسل. قال لا لا، هو بس اللي ما بيشغلوش دماغهم. لا مؤاخذه، ما عندكش كهرباء، فاتورة الكهرباء غالية عليك، مش لاقي تأكل عيالك، هتموت من الجوع، بتبات كل يوم من غير عسل. الحل بسيط يا ابني، ارفع صوتك وقول لا، او اكتب بوست على الفيسبوك هاجم فيه الاباظيزي. هيجيلك 2 مخبرين، منهم واحد اسمه فرج، انت هتعرف ده شغلته ايه بعدين. ياخدك معزز مكرم للسجن، واكل سارب منفوخ مرفوع مفسوخ ببلاش. فوق كل دوت كهرباء 24 ساعة. كهرباء ايه؟ كهرباء 240 فولت، كهرباء 24 ساعة. لما هتبقى ملعلط كده مش هتدفع مليم، ولا بتجيلك فاتورة، ولا بتجيلك فاتورة. يبقى يعني ايه كهرباء غالية؟ لا لا مؤاخذة، لا لا مؤاخذة، انت بقى اللي غاويين نمرضة. كهرباء غالية عليك؟ اتفضل روح عند فرج في السجن هتاخد كهرباء ببلاش. بايت من غير عسل؟ اتفضل روح عند فرج في السجن واكل شارب مرفوع منفوخ ببلاش. عايز ايه؟ ايه حجتك يا شعب؟ ايه حجتك؟ ايه الظلم ده؟ الظلم ظلمات يا ولاد، الظلم ظلمات، كفايه ظلم بقى وكفايه شكوى بقى، شعب كئيب صحيح. صرح السيد الاباظيزي ان احنا داخلين على مرحله جديده من عمر مصر. وناس بتسال طمنا يا ابو زيدي، هي اساسا مصر لسه عايشه؟ طمنا الله يبارك، اصل احنا عارفين 7000 سنه يعني عظمه كبيره وعجزت، هي لسه عايشه، لسه فيها الروح، في امل يا ابو زيدي؟ قال في امل ان شاء الله، واحنا داخلين على مرحله اسمها مرحله اعاده تدوير. احنا ابتديناها بس هنتوسع فيها. ايه هي اعاده تدوير؟ قال لك يعني الحاجه تستخدمها مره واتنين. انت لا مؤاخذه دلوقتي بتشرب ايه؟ ميه مجاري، يعني ميه بيبي، انت تعمل بيبي ينزل لك من الحنفيه، اعاده تدوير منك واليك، تعمل البيبي ينزل لك من الحنفيه. مش بس كده، هنبتدي بقى نتوسع. يعني ايه مثلا لا مؤاخذه، هناكل نعمل بيبي ترجعه لنا ناكل؟ قال لك لا لا لا، مش قصده كده. مش في ناس بتاكل وفي اكل بيترمي في الزباله؟ ابا زيزي سمع ان في ناس بتروح تاكل من الزباله. مصيبه لا يفرض ضرايب على اكل الزباله. قال لك لا، هيعمل ايه بقى؟ هيلم هو الاكل من الزباله ويعبيه في اكياس سودا كده معفنه وينزل يوزعه علينا باسعار رمزيه. وبيقول لك ان هيبقى على حسب المناطق، يعني اعلى الاسعار اللي هي الزباله اللي جايه بقى ايه، من التجمع ومن مدينتي ومن الرحاب ومن جليم وسموحه، الاماكن الهاي دي ناس بسم الله ما شاء الله بتاكل جناحه فراخ، وهتبقى ايه زباله الاكل بتاعتها حاجه كده، هو بسم الله ما شاء الله. تنزل في المستوى شويه يبقى الناس اللي بتاكل رجول فراخ كده، يعني كل برغوت على قد دمه. ده اسمه اعاده تدوير. الزباله هيكيسها لنا وناكلها تاني. ليك حجه بقى يا شعب، ليك حجه بسم الله ما شاء الله. استخبي دلوقتي يا صين بقى، احنا داخلين، احنا خلاص داخلين استخبي يا صين مننا، احنا داخلين على اعاده التدوير. وابا زيزي صرح قال لك الشعب فعلا استجاب. احنا دلوقتي داخلين على مدارس والشعب كله بسم الله ما شاء الله افتقر، وماسكين الجزم والصنط بتاع عيالهم رايحين عند الجزماتيه يصلحوهم، محدش معاه يشتري. ده اسمه ايه يا ولاد؟ اعاده تدوير. ده فقر ذكر احنا عايشينه؟
ده اعاده تدوير. ما تنسوش ان ابا زيزي ربنا بيكلمه وقال له انا هديك البركه، بس ما قالناش ربنا اداله البركه فين. يعني انا مش شايف بركه غير في خدوده، بس عامه ربنا اداله البركه. سمع الابا زيزي ان الشعب حزين ومعنوياته منخفضه، قال لا ارفع الشعب، ارفع معنوياته منخفضه، انا احب ارفع الشعب. وقال لك خلاص وزعوا هدايا، وابتدت عينات تيجي من الصين كده. ده لا مؤاخذه صاروخ عشان محدش يفهم حاجه غلط. قال لك ده صاروخ نديه مره واحده كده لكل مواطن حاجه زي كده، هو بدل ما تصب في مصلحتك نقطه نقطه، لا تاخده على طول. يعني الصاروخ ده تاخده مره واحده كده، هو مره واحده مش هتحس بيه، مره واحده تحت شعار قبح يا شعب. الصب في المصلحه مش هيبقى نونو نونو، لا خلاص هيبقى لوكسه لوكسه. حسب مشروع اعاده التدوير زي ما قلت لكم قبل كده يا جماعه. خلاص هم دلوقتي هيلغوا حاجه اسمها مقابر، لان الاموات دي ما ينفعش، دي ثروه مصر بصراحه، ما ينفعش نروح كده ندفنها في التراب وحاجات زي كده. اللي يموت له حد يقدر يستفاد بيه بحاجات كتير جدا، على الاقل روح بيعه لبتاع الحواوشي، ده اسمه اعاده تدوير، خلي حد يستفاد من ابوك بعد ما مات. انا عامه جم يهدوا المقابر بتاعتنا، واخد بالك، جريت على حضره الضابط عمال اقول له ايه ابويا. قال لي مالك ماله ابوك، انت ابوك تايه؟ قلت له لا ابويا تايه ايه، ابويا ميت. قال لي طب خلاص الله يرحمه. قلت له ايوه ما انتوا سلتوه رميتوه. خدني كده بكومه عظمه قال لي اختار لك اب. اختار لي اب ايه؟ ابويا ده انا معاشره بقالي سنين، انا عايز ابويا، انا مش عايز اي حد كده اهو. قال لي ماشي ولا يهمك، وقام جايب لي دول، قال لي خد ابوك. ده اللي فاضل من ابويا. قال لي اه ده اللي فاضل ابوك، بس دي بتاع الطفل الصغير. قال لي ابوك رجع شاب صحته جت على الموت، هتاخد ولا خليك تحصل ابوك؟ ده اللي فضل من ابويا. فخلاص كده تحت اعاده التدوير، ما حدش يدفن حد يموت، خليه عايش معاك في، يا تخليه عايش معاك يا تبيعه لبتاع الحواوشي. ما اعرفش، بسم الله ما شاء الله، ابويا وهو عايز كان كفه قد كده، بس بعد ما مات ما شاء الله صحته ردت قوي بعد الموت. وفي الاخر احب اقول لكم ان كل الكلام اللي بتتكلموه على ابا زيزي وكل الاشاعات اللي بتطلع بتوصل له، والتريقه اللي انتوا بتقعدوا تتريقوها، وهو بيسال كده مش عاجبهم ليه ان انا مسمي نفسي عزيز مصر. هو عزيز مصر وبيشبه نفسه بسيدنا يوسف، كان سيدنا يوسف الملك حلم ب7 مقارات ثمان ياكلهن 7 عجاف. اما انتظار حلمت حلم في ليله كده، هو كانت نايمه واكله محشي كده، والمحشي طابع على صدرها، وحلمت نفس الحلم 7 بقرات سمان ياكلهن 7 عجاف. صحيت كده، هو قالت له انا عندي حلم عايز احكيه لك يا سي عبده. قال لها قولي. قالت له لا الاول هات لي نص طن الماس. اداها نص طن الماس وابتدت تحكي الحلم. قالت له انا حلمت اني 7 بقرات سمان ياكلهن 7 عجاف. قال لها بس خلاص هعمل زي سيدنا يوسف، بس الحل بقى انا ما بقلتش حد. ابا زيزي مش قلوده، قال لها 7 سمان و7 عجاف، احنا نبيع ال7 السمان ونذبح ال7 العجاف. قالت له والثعب؟ قال لها ياكل طين. احنا هنفكر بقى يبقى عزيز مصر ولا مش عزيز مصر. بس هو مش قلود، عزيز مصر ولا مش عزيز مصر، وبيشبه نفسه بسيدنا يوسف. يا رب خليه زي سيدنا يوسف، دخله السجن. هنعيد ونزيد ونقول لك الاباظيزي مش قلوده. الناس اللي عماله تقول فين موقف الاباظيزي، ليه ساكت على اللي بيحصل لاخواتنا وجيراننا، انتوا ايه مستنيين ايه مثلا؟ يعني انتوا فاكرين ان الاباظيزي ده هيروح يحرر القدس؟ ممكن كان يحرر القدس بس ما يعملهاش. ليه؟ لا مش عشان عميل وخاين، عشان هو مش قلوده. ما صلاح الدين قبل كده حرر القدس، ايه اللي حصل؟ يقلد. فاذا كان الناصر صلاح الدين حرر القدس، فاحنا عندنا الحمد لله الناصر هدام الدين الاباظيزي هيحرر الصومال. ما يقلدش، كان ممكن يحرر القدس بس ما بيقلدش حد. هنحرر الصومال، وكده مصر داخله على عصر جديد. وكفايه اشاعات، وكفايه اللي بتعملوه تجرحوا مشاعر اباظيزي. كفايه ان ربنا انعم عليكم بعزيز مصر شبيه سيدنا يوسف، ففهمناه يا سليمان نحرر الصومال. عايزين ايه تاني يا شعب؟ ويا ولاد جعان زهقان، الاسعار غاليه عليك، باب السجن مفتوح 24 ساعه، اتفضل معزز مكرم، هتعيش اخر راحه.
والناس هناك اخلاق عاليه جدا، مهما قعدت عندهم بيكهربوه صبح وليل، محدش بيطلب منك مليم احمر. كفايه بطر على النعمه. مش عاجبك البتاع ديت، غور ارمي نفسك قدام اي مترو. وبحب اطمنك من واقع خبرتي، المصريين صحتهم بتيجي قوي على الموت. انا ابويا بسم الله ما شاء الله رجع شباب بعد ما مات، يعني صحتهم بتيجي على الموت. اتفضل ارمي نفسك قدام المترو وانت مرتاح. كل من عليها فان. شكرا يا سعد، سلام عليكم.